السلام عليكم. انا لعبه محمد رجب. ادخلوا بسرعه على اليوتيوب شوفوا احلى مكرونه بشاميل واحلى جلاش واحلى لحمه بالبصل، لحمه اسواني جميله وسلطه خضراء. ادخلوا بسرعه شوفوا على اليوتيوب علشان تعملوها وتسالوني، وادخلوا على اليوتيوب قولوا لي تعليقاتكم ورايكم يا حبايبي. السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ احنا امبارح عملنا مع بعض المكرونه البشاميل، والنهارده انا فايضه عندي مكرونه بس عايزه اجددها بحاجات. قلت اعمل معاكم صينيه جلاش واعمل لحمه بالبصله والثومه، يعني ممكن نقول عليها لحمه اسواني. هي طريقه الاسوان، طريقه اسوان هي طريقه اللحمه ديت. فاحنا هنعمل اللحمه الاسواني وهنعمل صينيه جلاش مع المكرونه البشاميل وسلطه خضراء. ويلا بينا نخش نشوف هنعمل ايه على البوتاجاز على طول. يلا تعالوا معايا. وجبنا الحله معانا اهو، حطينا فيها معلقه سمنه حلوه، وهننزل بيها برضو في حبه بصل حلوين كده يكونوا مبشورين. هشوح البصله بتاعتي شويه. انا اللي يهمني ان انا ما احمرهاش وما تتفرش كمان. عايزه اشوح فيها لغايه ما توصل لغايه قبل ما تصفر. اروح بس شويه كده اوصل بيها للدرجه اللي انا عايزاها، اجي اوريها لكم ونشوف هنكمل اللحمه ازاي بتاعتنا. وبصوا معايا، كل ما افتح البصله واسيبها فاتحه كده اللحمه في سواها في الاخر تفضل فاتحه معايا. ولو غمقت البصله، كل ما غمق البصله في سواها في الاخر خالص هتغمق معايا واللحمه هتغمق معايا. فيلا بينا ننزل باللحمه. هي دلوقتي فاتحه جدا قدامي، لكن في السوا في الاخر خالص هتبقى ذهبي جدا وهتبقى حلوه قوي 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 معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هسيب اللحمه كده وهنزل كمان حته توم، وهوطي النار عندي اسيبها تاخد وتدي مع بعضها وتتشرب تاخد يعني تجيب الميه بتاعتها وتتشربها. وبعد كده هنضيف لها ميه سخنه من الكاتل تكمل سواها، وبعدين هنزل عليها بالملح والفلفل. اكتر من كده مش هديها. هنشوف شكل اللحمه في الاخر خالص ومنظر البصله بتاعتنا والثومه عاملين ازاي. طبعا المنظر دلوقتي مش قايل لكم اي نتيجه، في الاخر خالص هتشوفوا النتيجه معايا. هقفل الغطا وهوطي النار وهجي لكم على طول. هنا هنجيب حله نحط فيها برده معلقه سمنه شبعانه كده، وهننزل بنص كيلو لحمه مفرومه عشان خاطر نحشي الجلاش بتاعنا. هعصجها معاكم. انا نزلت باللحمه الاول على السمنه استمتع بريحتها وتفك كده اهوت مني، وبعد كده هنزل عليها بالبصله بتاعتي على طول. هوطي برده على اللحمه، ووقت ما تفلفل مني هاجي معاكم ونحط البصله مع بعض ونشوف اللحمه التانيه برده اللي معايا، ونقدم الجلاش مع المكرونه البشاميل اللي عملتها امبارح واللحمه بتاعتنا مع سلطه خضراء. وخليكم معايا. ورجعنا اللحمه بتاعتنا نبص عليها كده، لسه عندي بتتشرب الميه بتاعتها، بتدي الميه بتاعتها وتتشرب بيها، وبعد كده تبتدي تلون مع البصله بقى. وهنزود لها الميه من الكاتل، ميه سخنه. هتشوفوا احلى بصله. لغايه دلوقتي هي مش باين لها معالم، انا عملتها معاكم كذا مره وحبيت اعملها معاكم على رواقه عشان تشوفوا احلى لحمه واطعم لحمه. خطيره خطيره خطيره، تعملوها وتستطعموها. اساسا الاكله دي اسوانيه. واللحمه عندي فلفلت اهي وفيها ميه، هنزل فيها البصله كمان تدي الميه بتاعتها واللحمه تستوي بيها. ومعايا فص توم، حته توم حطها في البصله. هنزل ببصلايه حلوه كده. انا حاطه على نص كيلو 3 بصلات متوسطين، يعني يعتبر بصلتين بس. اول ما نضفت الورق بتاعهم اسيب اللحمه بقى تشبع وتتشبع كده من البصله ومن ميه اللحمه وميه البصله، وارجع اوريها لكم برده ونحط التوابل بتاعتنا. لما البصل عندنا اتشوحت بقى مع اللحمه هننزل بحبه جزر وشويه بصل الوان. انا بشيله دايما في الفريزر لما بيكون عندي زياده، ما بجيبوش مخصوص يعني. هننزل كده وهننزل بالتوابل بتاعتنا. التوابل بتاعتنا عباره عن ايه؟ شويه كزبره، شويه فلفل اسود، نص معلقه فلفل اسود، ومعلقه معلقه صغيره برده ملح،
ونص معلقه بابريكا، يبقى بابريكا وكزبره وفلفل اسود وملح. هجيب نص معلقه من التوابل بتاعتي اللي هي ايه اللي انا بقول لكم عليها، جوز الطيب وورق اللورا ديت والكبابه الصيني دي نسيت اجيبها، هجيبها واضيفها حالا علشان يا دوبك هتتقلب والجزر هيدبل هيختفي مع اللحمه وهطفي على طول. بس هزود المعلقه، انا قلت لكم اهو ان انا هزود المعلقه بتاعه جوز الطيب، نص معلقه بس من التوابل اللي هم بتاعتي اللي انا مخلطاها، وهجيلكوا على طول عشان نحشي الجلاش مع بعض. حبايبي انا ضفت نص معلقه التوابل اللي قلت لكم عليها اللي هي ورق اللورا والمطحون مع جوز الطيب والكبابه الصيني، وقلبت اللحمه بتاعتي ودقيقتين بالظبط وهطفي عليها. هي خلاص اكتملت خالص، وهنجيب بقى الجلاش ونقعد نحشيه مع بعض كده. واللحمه عندي لسه بتتشرب ميتها منها فيها اللحمه التانية، اللحمه الاسواني اللي انا قلت لكم عليها. واسيبكم بقى عشان اطفي على اللحمه ديت المفرومه ونجيب الجلاش مع بعض عشان نحشيه. نجيب الخليط اللي هنعمل بيه الجلاش يا حبايبي. انا جايبه معايا كوبايه لبن كبيره اهي، هحط عليها نص معلقه سمنه على زيت، نص معلقه سمنه على زيت، وهنزل ببيضايه واحده اهي، وهنزل بنص معلقه ملح ونص معلقه فلفل اسود وربع معلقه توابل من التوابل بتاعتي، وهقلبها وهتبقى هي ديت بطانه الجلاش بتاعه صينيه الجلاش دي، البطانه بتاعه الجلاش. ولو في كوبايه زبادي يا ريت يا ريت والله، بس فعلا انا ما عنديش حد ينزل يجيب لي كوبايه الزبادي. لو في كوبايه زبادي يبقى ما شاء الله عليها صينيه جميله، وهي هتطلع جميله برضو. ولو عندي حته قشطه يا ريت، بس انا مش هحط قشطه، انا هستكفي باللبن والتوابل والبيضايه بتاعتي ومعلقه السمنه، وهتكون هي دي بطانه الجلاش بتاعتي. استنوني بقى اجيب اللحمه واجيبها. قبل ما احشي بقى عندي الجلاش، رحت للحمه ابص عليها، بص اتلونت ازاي ولسه هتتلون اكتر. لو كنت غمقت البصله من الاول كان زمانها غمقت خالص. شفتوا انا حاطه اللحمه والبصله فاتحه خالص، بصوا البصله بقت ذهبي ازاي، ولسه هتبقى ذهبي اكتر وهتلون اللحمه بتاعتي اكتر. هنزل عليها بقى بشويه ميه سخنه، بسم الله الرحمن الرحيم، واسيبها تاخد وتدي مع نفسها، وهتشوفوا السوا بتاعها هتقف بقى على السمنه والتومه والبصله واللحمه والواناتها وجمالها خالص. يلا بينا بقى نروح لصينيه الجلاش لحسن اتاخرنا عليها كتير. وجبت معايا صينيه مدهونه، هو حوض كبير، فانا معايا لفتين جلاش هستخدم منهم على قد ما استخدم، والباقي هاخده ممكن اعمل بيه اعمل بيه ايه يا ربي، اعمل بيه اي حاجه، اعمل بيه ام علي، اعمل بيه اي حاجه، يعني هستفاد من الباقي برضه. بس عشان الحوض كبير انا جبت لفتين معايا. هنزل بورقتين جلاش، ورقتين ورقتين، خليكم معايا كده. الورق اتقطع مني ما يجراش حاجه، هيلحم مني في الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم، هيلحم مني في الاخر مفيش اي قلق. وهدين كده، معلش السمنه عندي عشان بردت، الجو برد، مش هيجرى حاجه، هي كده كده هتفك في الفرن. نشرب الورق مع بعض كده بسرعه، ناخد ورقتين تانيين، كل اللي فايض ده احطه ما يجراش حاجه، كله بيلحم في الاخر. بسم الله الرحمن الرحيم، وانزل بورقتين هنا وادهن البطانه بتاعتي كده. ما اقلقش، بس هي السمنه عندي جمدت من البرد بس ما يجراش حاجه. البطانه بتاعتي ديت لو فيها زبادي تبقى خطيره طبعا. انا عملتها معاكم في الرول، كنت حطيت الزبادي معاكم في رول اللي هو رول اللحمه المفرومه، وعملت رول فيه فراخ طبعا، وعملت رول الجبنه، وعملت رول البطاطس. فاكرين يا ولاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل
معلقتين كده يدهنهم بسرعه. انا مش عارفه ليه بشتغل بسرعه، بالرغم من اني سمعت ان الفيديوهات لازم تاخد وقتها، بس انا بخاف اتقل عليكم، وعايزه احسسكم ان كل حاجه بتخلص بسرعه وكل حاجه بتبقى خفيفه، بس اهم حاجه اكون انا بحبها. لو انا عملت الحاجه بسرعه وانا متضايقه هتطلع الحاجه مش حلوه. زي ما اتفقنا احنا لازم نحس الحاجه يا حبايبي. لما بجيب كمان الجلاش من الفطاطري ما شاء الله نص كيلو بيبقى حلو قوي، لكن لما بتتجاب من السوبر ماركت اللي هي اللفه زي ما انا جايباها دلوقتي ما بتبقاش نص كيلو، بتبقى 400 جرام، وبيبقى فيها واحده لازقه في الورقه اساسا بتاعت الغلاف الخارجي، فبتبقى قليله جدا. عملنا طبقه كده بسم الله الرحمن الرحيم. انا تقريبا هحط الجلاش كله اللي معايا. انا حطيت اول علبه حطيتها تحت اهي بطانه، وهحط اللحمه بتاعتي. انا حاطه نص كوبايه سمنه بس، هنزل باللحمه على طول اهي. انا معصجه اللحمه ومطعماها بالجزر والفلفل الالوان والتوابل بتاعتي اللي هي انا مجمعاها حلوه خالص. لو مسكتوا مجموعه التوابل اللي عندكم خلطتوها ببعضها، الله والله ريحتها جميله، تنفع في المحاشي وتنفع في اللحمه المفرومه، تنفع في طريقه اللحمه اللي انا وريتها لكم برده اللي هي الاسواني دي. بس الاسواني بتبان كل ما تبقى ملح وفلفل اسود بس بيبان طعمها، لان التوم هو اساسها خالص. شايفين اللحمه والوانها فاتحه ازاي وجميله؟ لاني انا ما صفرتش البصله، انا نزلت بالبصله بعد ما شوحت اللحمه، فاحتفظت اللحمه بلونها ما غمقتش. ولما اللحمه استوت خالص انا ضفت لها التوابل. مهما تقسي عليها بتوابل بس بعد التسويه ما بيجراش اي حاجه. انما لو حطيتي توابل من واللحمه نيه لسه على النار اللحمه بتغمق وبتسود مني. ابتدي بقى ادخل بالرول التاني. لو عايزه تضيفي زيتون ضيفي زيتون، عايزه تضيفي جبنه موتزاريلا ضيفي جبنه موتزاريلا زي ما انت عايزه، بس انا مش هضيف. انا عندي زيتون ومش هضيف. او يجهل علي. بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عايزين نتعلم الحاجات دي يا بنات يا صغيرين، علشان خاطر ايه؟ عشان خاطر ايه؟ بيوتي كده في رمضان، عشان في رمضان نريح ماما يا ولاد. والله ماما محتاجه ترتاح في رمضان، واحنا نلعب بقى ونفرح بابا ان احنا بنعرف نعمل حاجه. بناتي الحلوين بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه، بصوا الرقه. السمنه هتسيح في التسويه ما تقلقوش، هو البرد بس اللي مخليها ماسكه نفسها. انا ممكن كنت انزل بزيت، بس انا نزلت بربع سمنه وبربع زيت. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. بصوا منظرها حلو ازاي، جميله ازاي. انتوا اجمل والله بناتي وولادي حبايبي. عايزاكم تكتبوا لي في التعليقات كده ان انتوا شفتوا الحاجه ديت كده، وتعملوا لي لايكات. اهم حاجه تعملوا لي لايكات، وحطوا لي اللينك على الفيس عندكم يا بناتي، عشان انا ما بعرفش والله. انتوا اللي بتعلموني. هتاخدوا ذنبي على فكره، هتاخدوا ذنبي، عشان انا لما اكبر كده وابقى يوتيوبر صغننه على قدي هقول بناتي هم اللي دعموني
والله لولاهم ما كنتش اعرف اعمل حاجه. الحمد لله رب العالمين. بس اللايكات الحقيقيه والله عند ربنا ان حد يتعلم مني حاجه او يشاركني يقول ايه ما شاء الله الحمد لله بتعرف تشتغل. والله هو ده احلى لايك ليا، رضا ربنا عليا ان انا ايه يعني عملت ثواب وحد اتعلم مني حاجه. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا بقى عايزاكم تعملوا كده وتقولوا لماما يا ماما بقى اقعدي بقى واحنا هنوريك هنجرب فيك يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. بناتي الحلوين، بناتي طعمين، بناتي في كل بيت، ربنا يحفظكم ويخليكم يا رب. احلى بنات، لا احلى طنط لعبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. اخر طبقه دي بقى هقطع الجلاش بتاعي وبعد كده هصب بقيه الخليط بتاعي عليها. هقطع الخليط بتاعي الاول. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. شمر كده بالراحه. ايه الجمال ده. عايزه اقول لكم كنت خايفه جدا من الجلاش ده لاني انا مطلعاه من الفريزر بقالي يومين في الثلاجه من تحت. كنت خايفه ينشف بس الحمد لله واضح ان هو كان صابح اساسا، ففضل صابح زي ما هو. بصوا بيمشي زي سكينه في الحلاوه، بتمشي زي السكينه في الحلاوه. ايه الكلام ده يا طنط لعبه؟ ده بقيتي تقولي كلام كتير قوي زي الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمله مربعات. بسم الله الرحمن الرحيم. انا ممكن ادخله الفرن وبعد 10 دقايق اطلعه من الفرن واقوم سقياه، لكن انا هسقيه واسيبه يرتاح شويه. اكون فتحت الفرن بتاعي والفرن كمان والفرن سخن، وهبتدي ادخله واسيبه ياخد ويدي مع نفسه بقى كده. يبقى احنا عملنا مع بعض رول الجلاش وعملنا رول الفراخ وعملنا رول الجبنه وعملنا رول البطاطس وعملنا رول اللحمه المفرومه. رول اللحمه المفرومه عملناه مرتين، رول الجبنه عملته مره واحده وعجب ولادي جدا 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 جدا. رول الجبنه ده هو كان عباره عن جبنه قريش او مجموعه جبن ميكس يعني براحتكم خالص، مع فلفل الوان. عجبهم قوي 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 قوي. ان شاء الله هعمله في رمضان عشان خاطر ينفع في السحور كمان. ورمضان على قد ما الواحد بيبقى صايم وكده، انما بيحب الاكل الخفيف على فكره. والله الصيام بيحب الاكل الخفيف. نلم حاجتنا ونسقي الخليط بتاعي كده. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نسقي الخليط بتاعي كده. لو انا هسقيه بعد دخوله الفرن مش هيجرى حاجه، ولو انا هسقيه دلوقتي واستنى عليه نص ساعه واشغل الفرن بتاعي، بعد ما الفرن يسخن ادخل الخليط بتاعي، يكون كمان الخليط بتاعي يتشرب وهيورق وهيبقى جميل وهش وجميل جدا. واجي واستناكم وتستنوني هنقدم الاكل مع بعض. ورجعت معاكم قبل ما اللحمه تتشرب الميه خالص. هحط التوابل يا دوبك، هي فاضل لها حبه ميه بسيطه. هحط شويه ملح وفلفل زي ما قلت لكم، مش هحط اي حاجه تانية علشان انا عايزه استطعم واشم ريحه الثوم والبصل دايما في الاكله. الاكله اساسها توم يا جماعه. حته لحمه اسواني جميله جميله.
هتشرب بقى شويه الميه الصغيرين بتاعتها، والبصل يبتدي يلون اكتر، والتومه تلون اكتر، واللحمه يبان لونها وحلاوتها. هرجع لكم تاني بعد حبه الميه دول ما يتشرب. حبايبي انا خلصت كده اكلتي وخلصت وصفتي. المكرونه البشاميل اللي انا عملتها معاكم امبارح سخنتها اهوت، وعملت الجلاش النهارده واللحمه الاسواني وسلطه خضراء. استناكم في وصفه جديده، وما تنسونيش بقى بالسبسكرايب وفعلوا لي الجرس. والسلام عليكم.